ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايزه اقول لكم انتوا وحشتوني جدا 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 بجد والله العظيم. كنت مفتقده الايام اللي انا ما كنتش بعمل فيها فيديوهات، بس الموبايل كان فيه مشكله، وعندي القناه بتاعتي كان برضو فيها مشكله. كل سنه وانتوا طيبين، ويقعد عليكم الايام بخير وعلينا يا رب. حبيت يعني اصور لكم اول لقطه مني في يوم. هو بجد كان يوم حلو. حاولت بقدر الامكان اصور لكم لقطات من المكان اللي انا بصلي فيه في فاطمة الزهراء عندنا في متغمر. هو يعتبر اصلا المكان الوحيد اللي انا من يوم ما اتجوزت وانا ما بصليش الا فيه، لان ما اعرفش حاجة فيه اصلا. فبحاول ان انا انزل اصلي واتعرف على الناس، وانتوا عارفين ان انا اصلا بحب ان انا يبقى لي حد معايا، خصوصا لما ابقى بصلي في مكان زي ده، ان انا اعرف حد. ليا اصحاب كتير قوي وناس كتير قوي، بس للاسف بيصلوا في مكان تاني وما بتصادفش بيهم في المكان ده. كل سنه وانتم طيبين، يعود عليكم الايام بخير يا رب وعلينا. وعايزه اقول لكم انتوا وحشتوني جدا جدا جدا. ان شاء الله الايام اللي جايه حلوه، وهنبدا نعمل فيديوهات احلى و... يعني ونرجع لايام زمان. بس مستنيه تشجيعاتكم بقى، تشجعوني وتقولي لي ايه رايكم في الفيديوهات اللي انا بعملها. مستنيه بقى تعليقاتكم الحلوه، واهم حاجه قبل اي حاجه نصلي على الرسول في الكومنتات، ودعوه حلوه منكم. انا دلوقتي بقى كنت خلاص صليت والحمد لله، وطلعنا بالعربيه نشوف الاماكن والحاجات الحلوه دي. هنا بقى ابو مهيا كان بيفسحني شويه عشان يقول لي ان انا اصلا كنت في طول فتره اللي انا متجوزه فيها وكنت موجوده، كنت بصلي فاطمه زهراء وبروح، مش بلف ومش بروح في حته، ببقى مطبقه وكده. فانا لا، حبيت الجو وحبيت ان انا اتفرج على الاماكن اللي الناس بتصلي فيها، والجو بيبقى عامل ازاي بالنهار، لان انا اصلا في التوقيت ده يعتبر ما بشوفش اللي بيحصل، ما بعرفش اي حاجه، ببقى نايمه، ببقى بنجيب نطلب اكل ونفطر في البيت كده، يعني بروح على طول. اول مره اشوف الاجواء الحلوه دي والمكان تحفه. بجد بجد عايزه اقول لكم متغمر اتغيرت قوي قوي بنسبه 90%، لا او 80%، عشان 20% لسه في ناس مش محافظه على الشوارع ومش بتمشي يعني بالطريقه الصح، اللي هم اصلا خلاص الدنيا يعني خلاص الدنيا مشيت عليها الاستسلام بقى، ان لا انا مش عايزه امشي على القوانين بتاعتكم، واللي احنا بنعمله ده كله هم مش عايزين يمشوا عليه. بس عايزه اقول لكم كان يوم حلو قوي. كانت بداية خير ان انا ارجع للسوشيال ميديا من تاني، وارجع لليوتيوب، وارجع للفيسبوك، وارجع لكم الحياة من تاني زي ما كنت انا بمشيها في الاول. ان شاء الله الايام اللي فاتت كلها هنعوضها خير باذن الله. انا بس اللقطات اللي انا عرفت اخدها لكم كده ساعة الفرصة دي، حاولت ان انا اوريكم الدنيا عاملة ازاي. وعلى فكرة عايزة اقول لكم الخضار بتاعنا، مش بتاعنا احنا، لا الخضار بتاع الشوارع، الزرع والحاجات دي بقت ليها روح وليها حاجة تحفة، حاجة جميلة حرفيا بجد. انا بقيت بحب متغمرة اكتر لما بدأت الحال فيها يتصلح بالدرجة اللي احنا وصلنا لها دي. الازدحام ده موجود في اي حتة عادي، الدنيا زحمة في اي مكان، خصوصا اول يوم العيد وبعد الصلاة الدنيا كلها تحت، الناس كلها حرفيا في الشارع. ده ازدحام طبيعي زي ما احنا بنشوفه في اي مدينة او في اي بلد او في اي حتة، فده طبيعي. بس ان الشوارع تبقى نظيفة والدنيا تبقى حلوة وفي واسع وفي حياة، رجعت من تاني المتغمر، والمتغمر بقت اسمها فعلا متغمر، هي باللي احنا بنقول عليه دلوقتي ده. انا عايزة اقول لكم ان كانت يعني كان يعتبر احلى يوم صليت فيه وخرجت فيه، وبان فعلا الاجواء الحلوة اللي انا بشوفها دي بجد. يلا مش عايزة اطول عليكم، بس انا على يعني كنا مشغلين اغاني في العربية وكده، وكانت يوم حلو، يوم ممتع بجد، ممتع جدا. مش عايزة اطول عليكم في الكلام، انا عايزاكم تشوفوا الاجواء وتتفرجوا على الحاجات الحلوة والشوارع والدنيا دي كلها كانت عاملة ازاي. مش قادرة اوصف لكم بجد، انا حبيت صلاة العيد ان انا اشوف الدنيا بعد منها بتبقى عاملة ازاي. يعني انا صليت العيد والحمد لله، بعد صلاة العيد بقى انا عايزة اشوف الجو عامل ازاي. بجد الجو كان حلو، ولا مش ساقعة ومش حر، جو خريفي جدا. اليومين دول اصلا الجو حلو بطريقة غريبة، حلو ان انتي بالنهار حر وبالليل ده في هوا، في انتي اصلا مش عايزة ولا تشغلي تكييف ولا تشغلي مروحة،
انا ماشيه على المبدأ ده اليومين دول، ولا تكييف ولا مروحه. ممكن في بقية الشقة، انما في المكان اللي انا مثلا في الأوضة اللي انا هنام فيها لا، ولا تكييف ولا مروحة. فربنا يريح بالكم وبالنا احنا كمان، ويبعد عنكم عيون الناس وعن كلام الناس اللي هيفضلوا. الناس طول ما هي بتفكر فيكم وشغلاكم ومشغولين بيكم وبتفاصيلكم وحط عينيهم فيكم، اعرفوا ان انتوا في الاحسن، ان احنا في الاحسن. فمش علشان خاطر انا غبت شوية عن السوشيال ميديا يكون الناس اللي هي مش عايزانا ابقى كويسة تكوني مفكرين مثلا ان انا خلاص انا بقيت وحشة، انا بعدت عن السوشيال ميديا، انا هسمع لكلامكم والكلام اللي انتوا بتقولوه. لا لا خالص، انا مش همشي بالمبدأ ده. الحمد لله الحمد لله، فضل من عند ربنا. انا ما بسمعش كلام حد طالما ما بعملش حاجة وحشة وحاجة غلط. صدقوني انتوا مش شغلين. جبنا كشري علشان نروح ناكل، ومعايا وقفنا عشان نجيب تفاح من عند عمو ده قبل ما نروح. يلا اشوفكم على خير، سلام.